ها ها ها. اوكي يعني انا مينيسوتا كده جابت اخرها معايا للاسف. يعني انا مش هينفع اعيش في مينيسوتا تاني، لان العيشه في مينيسوتا صعبه يا جدعان، صعبه. فمش هعيش في مينيسوتا تاني. هخليني بقى زي ما انا كده في مصر لحد ما ربنا يسهل. وبعد مصر بقى ايه، هطلع على ممكن كاليفورنيا. يعني احمد سليمان لما قابلته وبتاع قال لي كاليفورنيا جميله وفيها حتت حلوه الواحد يعيش فيها وكده، ممكن تكون رخيصه. فممكن اروح كاليفورنيا، عشان كاليفورنيا يعني جميله وفيها حاجات كتير وكده يعني. فممكن الواحد يبقى يروح كاليفورنيا. بس احنا ما زلنا دلوقتي بنتحرك في المطار، لان الجيت C24 بعيده شويه. تعالوا نتمشى شويه على السير اللي احنا ماشيين عليه ده، عشان هي بصوا كده السير ده، بصوا ده السير اللي احنا ماشيين عليه، ولسه السير طويل اصلا. بس خيرا ان شاء الله. الرحله كالاتي: الرحله من هنا لتورونتو. تورونتو دي كندا، تمام. ومن تورونتو لباريس، اكيد طبعا كلنا عارفين باريس في فرنسا. ومن فرنسا ل كايرو، قاهرة المعز لدين الله الفاطمي. my lovely country. امي يا جدعان، امي يا جدعان. سلم على مصر. بس خيرا يعني ان شاء الله خير. So here's the deal. انا وصلت الجيت بدري جدا جدا جدا. فاللي هيحصل دلوقتي ان انا هروح اكل في الفود كورت بتاع المطار، وبعد ما اكل هتوضى واصلي. يعني سالت واحده مسلمه هنا، قالت لي طبعا ما فيش مصليه هنا يعني، فممكن الواحد يبيك ا كورنر. قالت لي يو كان بيك ا كورنر وتصلي فيه، تمام. فاول حاجه هنعملها ان احنا هنروح على الفود كورت ده، تمام. وهناكل الاول، وبعدين بعد ما ناكل سنه واحده كده كده ماشي. وبعدين بعد ما ناكل هنتوضى ونصلي ونرجع ندردش معاكم شويه كده. طيب كده احنا خلاص، احنا ركبنا الطياره وكله تمام ماشي. مش عارف ليه حطوني في مش الفيرست كلاس، في الكومفورت. يعني حاجه كده محترمه، يعني حاجه كويسه. مع ان المفروض ان انا ايكونومي. شكلهم كده بيعتذروني بشكل من الاشكال، ما اعرفش ليه، تمام. وانا دلوقتي في الكومفورت. اللي ورا كله طبعا ايه مش الكومفورت وكده يعني، بس انا هنا ايه في الكومفورت. وكمان قاعد جنب الشباك، تمام. الشباك اهو. ايوه اهو. بس لذيذة يعني. وفاضل حوالي نص ساعة مثلا والطيارة تطلع. نشوف. رايحين لكندا دلوقتي، رايحين لتورونتو. دلوقتي واصلين لتورونتو، وهنكمل بعد تورونتو بقى رايحين باريس. بس ايه، هنقعد شوية كده في تورونتو. فيزا 3 سنين، معايا فيزا 3 سنين لتورونتو. بس انا نسيت اقول لكم، انا اصلا بجانب الفيزا انا طلعت ID امريكي. الID ده بيسمح لي ان انا اروح امريكا، ان انا اروح كندا والمكسيك من غير فيزا. فنايس يعني، فمش هحتاج فيزا تاني خلاص كده. بس كانت رحلة لذيذة وجميلة، وفي سنو برا
Yep. So What's that mind you though? What's that mind you though? وصلنا فرنسا. تمام. طبعا انتم مستغربين، المفروض ان انا يعني كنت اصور اول ما اوصل كندا، بس المشكله بقى في ان من كندا لحد فرنسا كان الموضوع مرهق بشكل كبير. طيب مرهق ليه بقى؟ مرهق لعده اسباب. من ضمن الاسباب ان اللي اوفر في كندا كان ساعه ونص، كان قدامي انا ساعه ونص في كندا، لازم اطلع من الطياره اللي خدتني من مينيسوتا لكندا واروح اخلص بقى ايه، اخد الشنط بتاعتي وزي ما انا شرحت لكم تمام، وبعدين اطلع على الطياره الثانيه وبتاع. وكان الموضوع بجد يعني جري جري جري، وكان مرهق جدا. بعدين بقى لما رحت بقى ايه على دخلت الطياره، كان المفروض ان انا اصور في الطياره، بس للاسف ما صورتش. حطيت الكاميرا حطيتها جوه الشنطه وما رضيتش اصور خالص. ليه؟ لان انا لما جيت اشتغل على موضوع ان انا اصور، لقيت ان انا مرهق ومش قادر اصور، فانا ما كنتش عايز اصور وانا مرهق. لما ركبت الطياره واستريحت جيت اصور، صورت كده حاجه، كنت بصورت حاجه بالموبايل كده، لقيت لك المضيفه بتاعه الطيران جايه بتقول لي ايه، بتكلمني كده باسلوب مستفز وبتاع. قالت لي انت تصور من الشباك ماشي، تصور من البتاع ده، تصور الشاشه بتاعت اللي انت بتتفرج عليها دي اللي قدامك دي ماشي، بس ما تصورش الكرو. قلت لها وانا صورت امتى الكرو؟ قلت لها وانا صورت امتى الكرو اصلا عشان خاطر تيجي تقولي لي صور؟ قالت لي انا بقول لك بس. قلت لها ما تقوليليش تمام. وكانت هتدب خناق بقى. ومن ساعتها بقى معامله بقى الكرو دول كانت مش حلوه تمام، وبيتكلموا بقى باسلوب مستفز بقى وبتاع وكده يعني. فمعرفتش ان انا ايه اصور حاجه خالص يعني في الطياره، فاستنيت لحد ما اطلع بقى. طلعت بقى وقاعد في فرنسا بقى دلوقتي. المشكله بقى التانية بقى في فرنسا، المشكله التانية مشكله كبيره جدا، الا وهي ان اللي اوفر في فرنسا 10 ساعات. انا هقعد في فرنسا جوه المطار لان انا مش معايا فيزا شنجن، اوكي؟ وعشان اقدم على فيزا شنجن محتاجه وقت، يعني محتاجه ان انا كنت اقدم عليها قبل ما اسافر مثلا بتاع 30 يوم مثلا ولا حاجه. طب مفيش. الحل بقى ان انا اقعد هنا بقى في المطار. هنقعد ونشوف. ممكن ابقى اصور لكم بقى شويه حاجات وكده، يعني ممكن اوريكم دلوقتي. ده اللي هو اللانج اللي احنا قاعدين. الكرسي اللي انا قاعد عليه ده حلو قوي، يعني تحس ان هو كده ايه محوطني كده تمام ماشي. واللي هو زي ده كده الكرسي ده اهو. وفي بقى ايه شكلها كده هتكون أسوأ سفرية عملتها في حياتي. عموما يعني من ضمن الحاجات اللي يعني خلتني كده اشعر بشويه اطمئنان شويه، ان لقمان كلمني من شويه وقال لي خلاص انا هظبط الموضوع وهيشوف الدنيا هتمشي ازاي. ربنا يستر والدنيا تتظبط في موضوع العربيه. مش عايز ارغي معاكم كتير قوي في موضوع العربيه، عايز ان انا الفلوج يكون فيه شويه بهجه، مش كله تشاؤم. انتم مش متعودين مني على التشاؤم، فدعواتكم ارجوكم ادعوا لي، لان الفتره دي فتره عصيبه جدا عليا يعني. وانا بجد محتاج دعواتكم جدا، لان الفترة دي يعني في شوية ستريس عاليين جدا جدا على الواحد يعني وكده. كله هيبقى تمام، كله هيبقى تمام وزي الفل. فرنسا جميلة، بس الكابين كرو اللي هم المضيفين بتوع الطيران لا، المرة دي ما كانوش حلوين خالص خالص يعني. لكن الحاجات لكن المطار نفسه بتاع فرنسا كده جميل كده ومريح، وفيه حاجات كتير يعني شايفين هنا انا قاعد هنا تمام. ده المج بتاعي وده اللابتوب، وزي نظام كده ايه شيزلونج كده الواحد بيقعد عليه، وفي شيزلونجات تانية بقى اللي هي ايه الظهر بتاعها بقى ايه مريح قوي لورا عشان خاطر اللي عايز ينام بقى ويريح وكده يعني. فكده وفرنسا بشكل عام احسن من امريكا، احسن من مينيسوتا، لان مينيسوتا درجه الحراره فيها دلوقتي -21، اما درجه الحراره هنا ف8، فجنه، الواحد في جنه. ده المطار من بره اهو ماشي. في طيارات هناك اهي، هناك خالص اهي. اوكي ايه ده، في طياره جايه اهي. يا مراحب يا مراحب. انا بخلص الجزء الاول دلوقتي من الفلوج.
بما ان رحلتي عندي لي اوفر في فرنسا 10 ساعات، قررت ان انا انام شويه. صحيت من النوم ابص حواليا لقيت المطار زي ما انتم شايفين كده، المطار كله فاضي. لا مش المطار كله، يعني الممر ده كله من اوله لاخره فاضي. يعني بصوا المطار كله من اوله لاخره فاضي لوحدي. طبعا انا ماشي في المطار لوحدي دلوقتي، ومحدش معايا خالص. موضوع ممتع والله. سكر حلوه الدنيا، سكر. والله انك انت تمشي في المطار كده لوحدك، برنس كده مع نفسك، محدش معاك خالص، لا ورا ولا قدام. ده الدنيا فاضيه خالص. والله بصوا كده كله فاضي، كله فاضي، مفيش حد موجود خالص هنا. شكلهم اصلا قافلين البيد اللي هو شكلهم قافلين يعني القسم ده كله اتقفل. ماشي، شكلهم قافلين القسم ده كله. طبعا انا نمت وصحيت ما لقيتش حد خالص موجود. بس الكراسي دي حلوه قوي، لذيذه كده. بص الكرسي كده تقعد فيه تحس انك انت كده ايه، ملك كده. خلاص كده داخلين على الطياره اللي طالعه على كايرو، قاهرة المعز لدين الله الفاطمي. طبعا سو اكسايتد وفرحانين جدا جدا جدا. انا اللي فرحان عشان خاطر نازل مصر وكده. يعني بحب مصر والله يا جدعان. بحب السفر وكل حاجة، وبحب العيشة في امريكا تمام. بس ما بقيتش حابب العيشة في مينيسوتا خالص، لكن بحب العيشة في امريكا بشكل عام يعني. لكن مصر هي امي يا جدعان، امي. عارفكم ممكن تتريقوا عليا في الحوار ده، بس اللي هو قشطه يعني عادي. بس خلاص احنا داخلين اهو على الطياره. مسافه بعيده اهو، مش عارف انا ايه الممر ده، ممر طويل جدا. بس داخلين اهو. يا حلاوة يا حلاوة الطيارة يا جدعان. وصلنا لقاهرة المعز لدين الله الفاطمي بلدي. وصلنا خلاص. يا 28 ساعة سفر. الموضوع مرهق جدا جدا جدا. يعني الواحد حس ان هو خلاص هيموت يا جدعان، هيموت. خش بقى على الجمارك ونشوف الدنيا تمشي ازاي. ربنا يستر. نقفل الكاميرا بقى، انتوا عارفين الفوبيا بتاعت المصريين والكاميرات وكده يعني. طيب تحديث في السريع كده. وانا جاي اول ما وصلت مطار القاهرة، الشنطتين الكبار بتوعي ضاعوا في المطار. تقريبا وصلوا فرنسا، ومن فرنسا ما طلعوش معايا الطيارة. شنطتين اللي هم بيتحطوا في قعر الطيارة دول ما وصلوش. فعملت زي نظام ريبورت كده، اللي هو ريبورت زي ده كده. المهم الريبورت ده اللي حصل ان انا كلمتهم تاني يوم، اللي هو مش امبارح، اللي هو النهارده يعني بعدها بيومين. يعني كلمتهم في المطار، اتصلت بيهم، قالوا لي يا فندم الشنط بتاعتك وصلت وتقدر تيجي دلوقتي تاخدهم من المطار. فانا رايح دلوقتي اخدهم من المطار، وبعدها نكمل الفي لوج.